الحكم يحرم الأهلي من التقدم على الإنتاج في الشوط الأول، ألغى هدفا بداعي التسلل على فرانسيس والنتيجة 0-0. كابتن محسن، لغاية ما جينا كابتن جمال علشان نشوف كابتن جمال جاهز. طيب كابتن جمال، مساء الخير. اهلا بيك وتحياتي ليك وكابتن حسن الشاذلي وكابتن محسن صالح، والحقيقه منورين يعني. كابتن جمال، اهم حدث في المباراه هو تسلل فرانسيس من عدمه، وبالتاكيد ما كناش عايزين يمر الوقت قبل ما تقول لنا رايك في الهدف، اذا كان صحيح او ملغي او ان هناك تسلل. معانا على الهواء كابتن جمال، اتفضل. يلا نروح للعبه. كابتن طاهر، كانت في الدقيقه 32 عند الحكم المساعد الاول الكابتن عادل عبد الفتاح. تمام. ونقف دايما عند لحظه لعب الكوره. لحظه لعب الكوره هي اللي بنحكم في وقتها على اذا كان فرانسيس موقف تسلل او لا. طبعا هنتابع مع بعض الحاله ونشوف هنا لحظه لعب الكوره اللي هي دي، هنجيبها بقى من زاويه التسلل. نشوفها يا كابتن، نجيبها من زاويه التسلل. احنا شفنا الكوره اتلعبت مباشره من زميله وهو استلمها وسجل منها. نشوف ايوه لحظه لعب الكوره. امشي كمان لقدام. هي يا كابتن. ايوه نمشي بقى معاها كمان. دي لحظه لعب الكوره. لا ارجع بقى تاني. كمان ارجع. الكوره كده خرجت. دي لحظه لعب الكوره. دي لحظه لعب الكوره. لا دي كوره كمان طلعت، يعني لغايه هنا مفيش تسلل. بعد ما طلعت كمان خلي الكوره تبان. نشوفها. الله، هي يا كابتن. خلي الكوره تبان كمان. كده مفيش تسلل. كده اهي كده لغايه دلوقتي مفيش تسلل. ده كمان بعد ما طلعت مفيش تسلل. بعد ما طلعت كمان مفيش تسلل. اذا التسلل غير صحيح والهدف هدف سليم. كابتن جمال، شكرا كابتن. شكرا يا كابتن. في انتظارك يا كابتن. ان شاء الله. في انتظارك بعد المباريات. كابتن محسن، هنسيب طبعا اهم احداث اللقاء وهي الكره اللي حسمها كابتن جمال على انها غير تسلل، ونروح للميزان الفني للشوط الاول. الكابتن محسن شافه ازاي؟ أنا شايف النادي الأهلي وقع في الأخطاء اللي نبهنا ليها وحذرنا منها، وإنه لم يكن هناك داعي لهذه المغامرة المعروف مسبقا نتيجتها. وهي يعني شريف عبد الفضيل كظهير أيسر لا يصلح إلا في أداء واجبات دفاعية، وبالتالي كانت هناك حلول أخرى كان من الممكن. هو لجأ لهذه الحلول في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول عندما أعطى تعليمات لشهاب للانتقال للجبهة اليسرى، فأنتج بعض الشيء، ولكنه أيضا مش اللاعب الأشول اللي يستطيع أن هو يقوم بالمهام في هذه الجبهة، وبالتالي كان هناك قصور في أداء الجبهة اليسرى. هنشوف عدة أدي ده يثبت أنه مش أشول، ما يقدرش يعملها، مش بتاعته، وبالتالي فإحنا بنحطه في مكان لا يناسب قدراته، بنطلب منه مهام لا يستطيع القيام بها. ممكن يلعب كظهير ايسر ولكن في اداء واجب دفاعي. هو كمان لابد انه يكون عنده حسن تصرف. اللاعب الذكي هو اللي يتفادى انه يستعمل مهارة سيئة فيه او مش موجودة عنده او مش جيدة، ويستعمل المهارات الجيدة. يعني هو لاعب بيلعب جهة اليمين، ايه الداعي ان هو يرفع بالشمال؟ ممكن يكسر للداخل ويلعب الكرة بجهة بالقدم اليمنى دون اللجوء، لكن احيانا لعيب الكرة بيتقمص شخصية المكان، وبالتالي بيلعب في المكان وبمهارات لا تناسب. كذا لقطة نشوفها لشريف نفس الخطأ. انتقال تاني للجبهة اليسرى، بيضطر يحاول يعمل مراوغة يتخطى، مش بتاعته، مش جبهته، وبالتالي النادي الاهلي فقد والعديد من الكرات في الجبهه اليسرى بدون داعي. ايه تاني كابتن شاذلي؟ الاختراق من الوسط. النادي الاهلي مصمم على ان هجماته كلها تبقى من الوسط، وده سهل كتير جدا من مدافعي الانتاج اللي ظهروا نجوم. بهاء احمد 15 وحازم فتحي نمره 2. دول كانوا نجوم المباراه مع محمد فضل ومع فرانسيس، على اساس ان الاهلي سهل المأمورية لما نشوف كل هجمات او 70% من هجمات الاهلي كلها من القلب، وده بيسهل الناحيه الدفاعيه بالنسبه للفرقه عايزه تحافظ على التعادل، مش عايزه تكسب. التنويع قليل جدا. هي دي هجمه طبعا ما فيش ربط بين حارس المرمى وقلبي الدفاع، وبالتالي خطأ قاتل. لولا الراجل فيليكس لعبها سيء جدا.
كله من الوسط. لما نشوف يعني سيبنا من الهجمات بتاعت النادي الاهلي، دي الكره اللي بنتكلم عليها اللي جت لفيليكس والجون فاضي، من حسن حظ الاهلي ان اللعيب ما حطش رجله فيها كويس. لكن انا بتكلم على هجمات النادي الاهلي، طبعا دي بنقول ان هو اولا وائل جمعه واحمد فتحي مش رابطين مع بعض. بنشوف احنا كل هجمات النادي الاهلي اللعيب الثاني كله من القلب، كله من النص، وده بيسهل مأمورية مدافعي الانتاج. الجبهه الوحيده، لان زي ما قال الكابتن محسن انا بقول جبهه واحده لا تكفي. جبهه واحده لا تكفي في الماتش انه تكسب. حلو، جبهه واحده اللي هي احمد فتحي، الناحيه الثانيه ما فيش جبهه. الاختراق من الوسط، كله اختراق من الوسط، فسهل مأمورية لاعبي الانتاج، وصعب المأمورية على مهاجمي الاهلي اللي ما جاتلهمش ورا فرصه حقيقيه. هو في نمره حاجه واحده تقولها بسرعه، اللي هي شخصيه اللاعب الهداف. دي كل لعيب بيمسك الكره عايز يبصيها للتاني. المره الوحيده اللي فرض نفسه فيها محمد فضل اللي لم الكره وسددها، وده مهم جدا للاعب الهداف انه يفرض شخصيته على الملعب. عموما فاصل ونعود لكل مباريات التي أقيمت في نفس التوقيت والتي أثبتت أن الملعب بيلعب مع صاحبه في مباراة اليوم. فاصل ولا نعود. شوط أول بلا أهداف، الأهلي والإنتاج الحربي يحاولان الاقتراب من الشباك والكرة حائرة. هكذا كان حال مباراة الأهلي والإنتاج الحربي التي انتهت بالتعادل السلبي. أيضا مباريات اليوم، بتروجيت بيتقدم على طلائع الجيش في استاد السويس بهدف محمد كوفي في دقيقة 24. وادي دجلة بيتقدم على الاتحاد السكندري على ملعبه في الجبل الأخضر بهدف عاشور التقي. حرس الحدود بيتقدم على المصري في استاد الماكس بالاسكندريه بهدف احمد عبد الغني. والاسماعيلي والمقصه والانتاج الحربي والاهلي هو التعادل بلا اهداف. دي كانت نتائج الشوط الاول من مباريات اليوم. كابتن محسن، نروح للشوط الثاني، وايه ممكن يكون شكل الحوار في ظل حاله الفريقين؟ هل الانتاج هيتمسك بهذه النقطه الغاليه؟ وكيف يحول الاهلي سلبيه الاداء الى انتاج حقيقي في الشوط الثاني؟ الانتاج بيقاتل في نصف ملعبه وبيهاجم على استحياء شديد جدا الى نصف ملعب النادي الاهلي. هنا تنتهي خطوره فريق الانتاج. اتيحت له فرصه ذهبيه بخروج خاطئ لشريف اكرامي لم تستغل من جهه فيليكس، كان من الممكن تكون هدف هديه سهل جدا لفريق الانتاج، ولكن مفيش خطوره اطلاقا تقريبا على فريق النادي الاهلي من قبل الانتاج. بيلعب زون ديفنس، بيلعب طريقه دفاعيه، بيقفل في نص الملعب ورقابه وتغطيه خلفيه، حتى انه احسن لاعبيه في خارج الخدمه. يعني مش شايفين جمعه مشهور النهارده والمباريات السابقه، ده مش جمعه مشهور اللي احنا عارفينه في الموسم الماضي. ابو مسلم بيلعب في داخل الملعب جهه اليسار اكتر ما بيلعب في الجبهه اليسرى كظهير ايسر. الوحيد اللي بيبذل جهد هو كوابينا يارو راس الحربة، بيقاتل بيجاهد بيكافح بيستحوذ بيصارع من أجل التقدم وسحب فريقه إلى الأمام، ولكن هناك رقابة مفروض عليه من قبل وائل ومن قبل أحمد السيد، ورقابة ناجحة جدا. كابتن شاذلي، إذا كان الإنتاج الحربي نجح فيما يهدف إليه وهو التعادل السلبي وبأداء متوازن، ما الذي يمكن أن يفعله الأهلي في الشوط الثاني من تغييرات لإدراك نتيجة أفضل في دقيقة واحدة؟ يلعب بظهير أيسر غير شريف عبد الفضيل، يغير فرانسيس وينزل أسامة حسني، وليكن أحمد شكري ناحية الشمال كظهير أيسر. تمام. عموما التعادل يفرض نفسه على الشوط الأول من لقاء الإنتاج والأهلي، فماذا يفعل الفريقان في الشوط الثاني؟ إلى ملعب المباراة والعودة بعد نهاية اللقاء.